مشينا للبحر بحال كاع الناس واحد النهار. يلا ميم با تانستالينا ميم با واحد الساعه المكانه 40 مينوت بحال هكاك. المهم قبل حفرت واحد الحفره لبنتي كيف كاع الدراري كيلعبوا، حتى كنسمع با ملغوه. درت كنلقى الرويضه غادا ليا فوق الراس تاع الابنه ديالي، واحد الحديده اللي كتكون في الرومورك لتحت ضرباتها كيبان الدم خارج وداك الشيء. مشيت غادي كنجري، رجليا ما سعفونيش تما، وعاد باش نط وكنغوت مشيت كنلقى البنت تاعي الفك تاعها وجهها داير والراس كله محلول والدم وداك الشيء. ناض داك الشخص اللي من العائله ديالو قال لنا حنا عندنا الفلوس، بحال هكا تكستو حنا عندنا الفلوس، يعني بنتكم تعلنوا على القانون، يعني بنتنا تموت حنايا وهما غادي يشريو البراءه تاع ولدهم بالفلوس. هاد السيد كان بحر وبنته في امان الله في البحر، فجأة كيسمع الغوت ديال بنته. ملي كيدور شنو كيلقى فولكسواغن تيغوان 4 ديزيلي فوق بنته. وملي مشى باش يعتق بنته وواجه السائق، عرفت شنو يقول ليه؟ انا راه عندي الفلوس، دير اللي بغيتي. بديت كنتسائل منه هو واش بصح الفلوس كيخليوك دير اللي بغيتي؟ واش بصح الفلوس كيشريو كلشي؟ واش غير ما عنديش حقها؟ هادشي اللي غادي نعرفو في هاد الفيديو. وفي الاخر انا بنفسي بغيت نسولكم واحد السؤال. نهار 19 يونيو 2025 وقع هاد الحادث الجد مأساوي للطفله غيتا. الطفله غيتا هي البنت اللي دازت فوق منا كات في وسط البحر فوق الرمله، يعني ما عندها حتى شي علاقه بالشارع. ما كنظنش يكون ما وصلك والو، ما يمكنش ما يكونش وصل لك سواء ميساج في واتساب فيه الفيديو ديال الاب كيهضر، اولا طلع لك في الفيسبوك شي منشور، اولا انستغرام، ولا ما كيهمش. حتى دايره قضيه راي عام ولات. ملي بديت كنفكر نحلل ونفتش في هذا الموضوع هذا، طاحت في بالي واحد آية قرآنية نزلها الله تعالى، اللي هي ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. عرفتي شنو المعنى ديالها؟ التفسير ديال هذه الآية القرآنية هي أن قوة ديال الإنسان قوة محدودة، مهما اختاريتي بنفسك فما غاديش تكون بالقوة والعظمة ديال الله ولا الخلق ديالو. قال عليه الصلاة والسلام رسولنا الحبيب: لن يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة كبر. فما بالك بطاحن درية صغيرة تحت الروايد ديال كات ودير اللي بغيتي راني عندي الفلوس. انا ما جيتش ندير هذا الفيديو باش نركب على الموجه. كون بغيت نركب على الموجه كنت عندي الفيديو الايام الاولى، النهار الاولاني بداو كيتبوستاو ديك الفيديوز بدا كيخرج في الروبورتاجات حتى نطلع الفيوز. كان استنيت واحد شويه وانا نقول لكم علاش. انا فقط جيت نبين لكم بان ربي كبير، حيت با من بعد ما طلع في الروبورتاجات ودار الشكايه ديالو وهضر على الموضوع، تم اعتقال مول الكات اللي انا عندي الفلوس دير اللي بغيتي. دابا هو في التحقيق في حالة اعتقال. الحمد لله حيت اعتقل، حيت لو انه ما تشبرش كان يكون عندي شك كبير في العداله في المغرب او القانون في المغرب. لكن باقي عندي امل ملي تعتقل، يكون عندك فلوس، يكون عندك جاه، يكون عندك قوه، يكون عندك معارف، ما غاديش تفوت ربي سبحانه وتعالى في القوه. ودعوة المظلوم مستجاب. شكون هو المظلوم؟ ديك الطفله، ديك الاب، ديك الام. الحمد لله وربي كبير. دابا نقول لكم واحد الحاجه اخرى، واحد السؤال. كيدور مؤخرا خبر ديال وفاه غيتا، رغم ان بعض المصادر الاخرى كتقول بان غيتا مزيانه ورجعت في حالتها لدارها. بغيتكم عافاكم تهبطوا عندي الكومنتيرات وتقولوا لي وتكونفيرميو لي شنو كاين، حيت في حالات كانت الدريه توفات غادي يحرقني قلبي بزاف وما يرتاح قلبي حتى نعرف الدريه كيفاش هي دابا. كنتمنى يكون كلشي بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.